بتعملي البانيه كتير بس الطبقة الخارجية بتفك منك. طب بتعملي البانيه وبتلاقي القشرة في ناحية واللحمة نفسها في ناحية تانية. تعالي النهاردة هقولك سر الصنعة وازاي تعمليه كريسبي ومقرمش جدا زي ما انت شايفة كده، وازاي تكون الطبقة الخارجية بتاعته ماسكة عليه جدا ومستحيل تقدري تشيليها من عليه. تعالي نشوف هنعمله ازاي النهاردة مع بعض. ومش بس كده، هنجمع 3 مراحل و3 خطوات بنعملها في خطوة واحدة بس، يعني هيبقى النتيجة أفضل وكمان المجهود أقل. يلا بينا نبتدي. معايا هنا كوباية من الدقيق، هزود عليهم بيضتين، ولو مش عايزة تستخدمي بيض ممكن تستخدمي علبة صغيرة من الزبادي فيما يعادل معلقتين كبار من الزبادي. هحط التوابل: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر مهمة جدا، وبعدين كوباية من المية، وهضرب واخلط الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. وزي ما بقولك لو عايزة تستغني عن البيض تقدري تزودي مكانه زبادي، وتقدري بدل ما تحطي بيضتين تحطي بيضة واحدة بس. وفي المرحلة دي بقى احنا وفرنا 3 خطوات، عملنا التتبيلة وعملنا الدقيق وكمان عملنا البيض. يعني بدل ما بتعملي التتبيلة لوحدها وبعدين تحطي في دقيق وبيض وبعدين الخطوة الخارجية الطبقة الخارجية بقسماط او دقيق، لا احنا حطينا 3 خطوات في خطوة واحدة بس. هنا بقى ده البانيه بتاعي، انا مقطعاه رفيع كده، تقدري تحطيه رفيع او تخين، كبير، صغير، زي ما انت عايزة. انا بحب الحجم ده علشان يكون محكم كده، الولاد يقدروا يمسكوه ياكلوه لوحدهم. فالحجم ده حلو جدا ومثالي جدا خصوصا لو عندك اطفال. بس طبعا تقدري تعملي اكبر او اصغر، تخين او رفيع، زي ما انت عايزه، زي ما انت حابه. هتحطيها بقى في التتبيله كده وتقلبيهم مع بعض كويس جدا، وتسيبيها في التتبيله ساعه ساعتين حسب وقتك. انا سبتها تقريبا حوالي ساعة ونص كده، وهنا بوريكي شكل القطعة عاملة ازاي بعد ما اتبلت. هسيبها بقى في التلاجة شوية، وتعالوا هنرجع في وقت التحضير. في وقت تحضير الاكل بقى معايا هنا هعمل مكرونة. فحطيت نص العلبة بتاعتي في معلقتين كبار من الزيت كده يكونوا سخنوا في الحلة، ونزلت عليهم بنص العلبة بتاعت المكرونة. دي مكرونة بني علشان كده لونها غامق. هفضل اقلب واشوح فيها كده لحد ما تاخد معايا لون زي ما انت شايفة كده. شايفين لونها غير ازاي؟ في المرحلة دي بزود باقي كمية المكرونة بتاعتي، واحنا بنحب المكرونة الصغيرة دي اللي هي المكرونة الكوع علشان الولاد بيبقى سهل عليهم في الاكل برضو. فبقلبها بالشكل ده مع بعض الكمية كلها، وبنزل عليها بصلصة او بعصير طماطم. وانا نزلت بالصلصة، حطيت عليها حبة مية كده ونزلت بيها، وزودت مية كمان. والصلصة بتاعتي كان فيها قطع طماطم صغيرة على فكرة، ممكن تكونوا شايفينها كمان. وهزود التوابل بتاعتي. انا بحط على المكرونة ملح وفلفل اسود فقط لا غير، ملح فلفل اسود بس كده، رشه من السكر علشان حموضه الطماطم او الصلصه اللي حطيناها. وانا بالنسبه لي بحب الصلصه جدا في المكرونه بصراحه، فبحب استخدم الصلصه اكتر. غطي الحله لحد ما تبدا تغلي معاكي، وبعدين هنهدي النار. هنا بقى معايا في البوله في الطبقه الخارجيه بقى بتاعتنا هنحط كوبايه من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وهرجع ازود رشه ملح دلوقتي وهقلب. وكده ده الاساس بتاعك اللي تمشي عليه. كوبايه الدقيق عليهم معلقتين كبار نشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. رشه الملح هحطها دلوقتي وهقلب. وكده دي تبقى الطبقه الخارجيه بتاعتي. طب انا عايزه اعمل في بقسماط، تقدري تحطي بقسماط مفيش مشكله خالص، بنفس التتبيله كده تطلعيها تحطيها بقسماط. عايزه تعملي زي في دقيق علشان تطلعي الشكل اللي شفتيه في اول الفيديو، يبقى اعملي زي ما بقولك كده. هتعملي الدقيق بتاعك بقى، حطي بقى قطعه البانيه بتاعتك وتفضلي تقلبي فيها كده فوق وتحت فوق وتحت، وبعدين تاخديها وتنفضيها على ايديكي كده، تفضلي تخبطي بيها على ايديكي، وترجعي تحطيها في دقيق تاني وتقلبتين 3 مره كمان، ونفس الخطوه بنكررها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الطبقه الخارجيه بتاعتها بقت شكلها عامله ازاي؟ تمام جدا. تعالوا نعمل واحده كمان علشان ابين لكم اكتر بنعملها ازاي. بحطها وبفضل اقلب فيها فوق وتحت كتير كتير كتير، مش بتضغطي عليها علشان زي ما بتعملي في البقسماط. لو هتعملي البقسماط لازم تضغطي عليها علشان تمسك، دي ما بنضغطش عليها. احنا عايزين نعمل طبقة الخارجية تكون شكلها زي بتاعة كنتاكي، فمش بنضغط عليها. انت بتفضلي تقلبي كده. شايفة؟ هديت لك الفيديو خالص اهو علشان تشوفي بعمل ازاي بالظبط. بتفضلي تقلبي فيها كده فوق وتحت فوق وتحت كده، وبعدين بتاخديها على ايديكي وبتخبطيها كده، بتخبطيها ببعض على ايديكي كده، بتنفضيها من الدقيق. فبتعملي
تعمل لك الشكل ده. بترجعي تزوديها على الدقيق تاني ومره في التانية لحد ما كلها تاخد نفس الشكل كده وما يكونش فيها قطع باينه، يعني تكون كلها متغلفه كويس. تمام. الزيت بتاعك يكون سخن وانتي بتشتغلي، الزيت بيكون سخن، بتشتغلي وتحطي في الزيت على طول. ما تعمليش الخطوه دي وتركنيه، لا تخلصي وتنزلي على طول في الزيت. حطي بقى في الزيت السخن بتاعك، وكمان تقدري تسويه في الاير فراير وتقدري تحطيه على شبكه وتدخليه الفرن براحتك جدا. زي ما انت عايزه تسوي سوي، وهتطلع النتيجه احسن من اي مره عملتيها قبل كده. اوعدك. هنا بقى بعد ما الشوربه بتاعتنا او الصلصه بتاعتنا بتغلي، بنهدي النار طبعا وبقلبها كده وبسيبها لحد ما تستوي براحتها جدا. ولما بياخد لون البانيه بتاعنا فبنقلبه على الناحيه التانية، وبنفضل نقلب فيه بقى فوق وتحت لحد ما ياخد درجه اللون اللي انت عايزاه. يعني ممكن يطلع في المرحله دي او ممكن يطلع، بس انا بحبه يبقى اغمق من كده، فاستنيت عليه شويه وبعدين هطلعه. شايفه بيطلع على مصفى مش على مناديل مطبخ. اي حاجه بتطلعيها على مصفى بتديكي نتيجه افضل بكتير. المناديل بتطري اي حاجه بتعمليها. طلعي على مصفى وتعالي نشوف شكل الاكل بتاعنا. شوفي لي بقى الحلاوه والجمال. شايفين شكل البانيه عامل ازاي؟ طب شايفين شكل المكرونه عامله ازاي؟ اكله من الاخر، واكله الشعب المصري كله بيحبها، لا والعالم كله كمان. كل العالم بيحب الاكله دي، المكرونه والبانيه او الباستا والفرايد تشيكن. جربوها هتعجبكم جدا. وشوفي بقى شكل الاكل وطعامه الاكل، وانا من مكاني هنا بقول لكم طعم الاكل في حته تانية. جربوها هتعجبكم. اسمعي الصوت. سمعتي بقى صوت القرمشه عامل ازاي؟ طب تعالي نفتحها كده ونشوف شكلها عامله ازاي من جوه. شايفين القشره لازقه عليها لازقه، مستحيل تفكيها، مستحيل صدقيني تخرج منها. يعني تتاكل على بعضها كده، جميله وتجنن. عمرك ما هتقدري تشيلي الطبقه الخارجيه كده من على التشيكن بتاعتك او من على قطع البانيه بتاعتك. جربوها تعجبكم. واتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير، وتقولي لي ايه رايك في الوصفه بتاعتنا في الكومنتات، وكمان تكتبي لي كومنتات حلوه علشان انا بحب كومنتاتكم. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل وصفه جديده كل يوم. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.